نعرف ما يتداول ونشوف في المسارات السياسيه. ونعتبر اللي فعلا ثم حكومه ظل كي تطير الانفصال معناتها موجوده. لكن بقدر ماني متاكد في الحاله اليوم ما فماش حكومه ظل. نحكي قبل شكون حكومه ظل؟ شكون تتكون على الأقل؟ تتكون من رجال اعمال اللي كانوا مرتبطين ببن علي، عندهم علاقه ببن علي، وتتكون من ناس متنفذين وبما في ذلك معناتها وناس عندهم علاقات ممتده في الطبقه السياسيه، واللي كانت فعلا تحب تمشي في مسار معين نعتبره مسار معادي لاستحقاقات الثوره. وللاسف الشديد هذوما الناس هذوما جات انتخابات 23 اكتوبر وابعدتهم، وعلاش اليوم يصطفوا نلقاهم يصطفوا يتقابلوا. شكون هم الناس هذوما؟ والله شو هو هناك معناتها بعض فئات من اولا من البارونات العهد البائد، سميهم على راس بعض الاسماء. باجي قائد سبسي تسميه حكومه ظل؟ باجي قائد سبسي لا كان لا في الحكومه. لا نحكي لك على البارونات. البارونات هو ما حكومه الظل مش تعتمد على هذوما. هذا هو ولا الغنوشي ولا كذا. نبدا ساعه حكومه الظل موجوده. نجم تسمينا اسامي حسب معلومات؟ والله شو نقول لك، مهما يكون انا ما نحبش يعني نذكر الاسماء لان فيها مسؤوليه وفيها واجب تحفظ. لا فيها واجب تحفظ وخاصه الشعب يحب يعرف وانتم ما نحبوش نذكروا الاسماء. شوف لو كان وما نحبوش نتكلموا وفك علينا ويقعدوا اشباح. لا مش هذا. على كل هذا ما ينطبقش عليا. وسي الباجي قائد سبسي شنو دوره معناها؟ تعتبروا انه حقه سلم الامانه ومشي على روحه وما كملش، ماهوش من حقه باش يكمل؟ تعتبر دوره دور وطني ودور مهم والا دور مشبوه والا دور مريب؟ كيفاش تعتبروا دور؟ شوف انا بقدر النظر على قيمه الشخص نحكي سياسيا. انا نقول تو الحكومه الحاليه شعوري انا قلت تستعمل فيه حكومه الظل سي الباجي قائد سبسي في السابق. نحكي لك حكومتنا الحاليه حكومه الائتلاف الحاليه نقول لك حكومه الائتلاف الحاليه توا احنا قاعدين نقاسيو. يعاون فيكم سي الباجي بنشاطه السياسي؟ فهمني باش نقيم لك. احنا اليوم احنا عندنا ارثين، ارث سي الباجي وارث بن علي. تو احنا في ارث سي الباجي شبوا لبعضهم ارث سي الباجي. لا مراحل اللي تعنيوا في ارث سي الباجي سواء في الميزانيه سواء في هذه منحه امل وهذه المشاكل اللي تعملت في التشغيل وهذه الوعود الديون والتوجه العام. يعني ترى انه لغم لكم الارضيه؟ نعم لغم الارضيه. واحنا اليوم نحاول نصفيو في الملفات اللي خلقتها الحكومه السابقه. والتوم وصلنا باش نمشيو لبن علي. سي الباجي يرجع عليكم ديما يقول خانها ذراعها قالت مسحوره. طبعا. وانه الحكومات هذه جديده ديما تحط كي تعجز تحط المسؤوليه على اللي قبلها. وفسر وتفرجت انت ردود فعله كانت حاده. نعم هو يجي يقول اللي يحب، لكن انا نجم نفسر له نقول له ايش عملت لنا في التشغيل اللي تسلفت لنا 240 مليار جبتونا من الاتحاد من البنك الدولي كقرض. قرض 240 مليار دولار. مليار ولا مليار 240 مليون دينار بالحق. 240 مليون دينار. انا نحكي على وزاره التشغيل. هذا قرض هذا في وزاره واحده. وشنو صار بهم؟ اش عملوا وزعوا توزيع في نطاق نفس السياسه القديمه. وهذاك علاش تحكي لك احنا لازمنا نقوم. وزعوا في هذا في ما يسمى منحه امل. عطاوها العاطله على العمل 140,000 العاطله على العمل باش يكملوا لهم افوام وعوض نخصوا المبلغ هذايا يعني باش يخدروا الاوجاع. ويأجلوا نفس سياسه بن علي السابقه. اثنين نسالوا نقول الوزيات الخصوصيه اللي قبل ما تمشي تحط لنا 76 يعني تبنيج. هذايا ماهوش تبنيج. وقبل ما يمشي يعمل اتفاق وحده، مش حتى مع حد العام دوس الشغل قال ما اتفقناش معه. جاء قال عمل ما يسمى منح خصوصيه للوزاره 76 دينار لكل موظف. اذا كان نطبقوه هذايا يعني اشتر ميزانيه تونس تمشي. وقص على ذلك. يعني احنا التو نقاسيو. انتر بارونتيز وزير الماليه قال انه عدد زيادات الاجور في العام الفارط بلغ 1278 مليون دينار. يعني تصور مليار دينار. يعني مليار دينار الارقام مانيش كوي فيها برشا. 1278 مليون دينار. يعني قد ميزانيه وزاره التشغيل 3 مرات. هذه مشات زيادات أجور. في الأجور. وثم تسميات في آخر النهار جاوا في التسميات في سبتمبر قبل الانتخابات. معناتها مديرين عامين منهم الباهي ومنهم اللي حقه يمشي على روحه. معناتها بدا يسمي ولا غير. يعني تحب تقول لي سيد الوزير انه السيد الباجي قائد السبسي ما قامش بدوره في حكومته، ما كانتش ناجحه في الفتره. والله انا كان نتصور انه ولكنه قام بدور كبير انه وصلنا للانتخابات وهو دور ماهوش صغير. بلا ما كانش عنده خيار.
انا لا اتصور كان عنده خيار، لان الشعب كان طلب بالانتخابات. هو كي وخرها من 23 جويلية الشعب قريب يقوم، احنا من الجمهوريه معناتها نددنا بالتاخير. شوف، قام بالانتخابات لان مش جا اعطاه الانتخابات، كان مطلب شعبي والناس كانت طالب يسقط السبسي. ديجاج للسبسي. انا شخصيا في القصبه 3 واعتدي عليه بالعنف خاطر كنت نطالب بانه السبسي لازم يمشي على روحه في القصبه 3. دونك هذه قضيه توصل الانتخابات. السبسي يمشي على روحه. اي طبعا، طبعا. وفي 23 اكتوبر ما كانش مزيه من عند السبسي، لانه ما كانش مكان يمكن له الا يمشي في هذا الاطار. خاطر وقتها وفاق وطني على الانتخابات. تو يتبجح ويقول وصلنا الانتخابات. ايه يا اخي الانتخابات هكا كانت بلاد معناتها ما ماش عندنا انتخابات ولا عندنا انتخابات. بالتالي شوف انا ما هو توفير الظروف الامنيه والظروف العاديه باش نوصلوا للانتخابات. على كل ما نجموش نقولوا اذا كان بهذا المعنى مني لانك في الميدان. كان بهذا المعنى فهو صحيح انه الانتخابات وقعت فقط. وفي وزارتك وزير التشغيل السابق سعيد العايدي، نعم، يعني قام بدوره، خلى لك ارضيه باهيه للخدمه، ولا ثم ملفات من ارث ما تسميه ارث الباجي قايد السبسي، ملفات ثقيله ومستعصيه شوف انا نقدر سي سعيد العايدي معناتها، ونعتبره معناتها واحد كان هي حكومه تصريف اعمال، وبالتالي ما عندهاش مساله الاصلاح الهيكلي بالكل. حسب المعطيات اللي شفتها انا، اهتم بقضيه التشغيل وخاصه منحه امل، واللي نعتبرها انا دمار. وكلاش تحبوا نقوموها ونصوبوها باش نعطيوها للمستحقين الحقيقيين واللي يحبوا يخدموا. هذا اول شيء. التكوين المهني اللي هو الجانب الاكبر ما وقعش الاهتمام به تماما. وانا اليوم فعلا نقاسي في كيفيه تصويب امل اللي عملها الوزير السابق، ويلزمني وحليت الملفات عملها الكبرى. الغنوشي المنحه هذيك الوزاره السابقه وعد بها بن علي ونفذها الغنوشي وتواصلت هي فكره بن علي. لا، هي تعملت في 1 مارس وقت السبسي. هي في الثوره، خلال الثوره بن علي قال باش نعملوا منحه بطاله. نعم، في اطار باش ينقذوا. مش منحه بطاله. المهم عندنا هذا، وعندنا زاد ملف كارثي هو التكوين المهني حقيقه، اللي هو استحقاق وطني لابد من به. للاسف الشديد الناس مش لاهيه به، واحنا قاعدين نخدموا فيه. احنا الوزاره غير باش ندخلوا هكا، باش ندخلوا ملف التشغيل وباش نغيروا اللون تاع الحوار.